الغيرة بين الإخوات، الغيرة بين الإخوات سببها أساسا إن الأب والأم غلطوا أثناء التربية في تفضيل حد على حد، ما شرحوش وما فهموش، رغم إن هما بيحبوهم كلهم مع بعض، بس ممكن يكون حد متفوق على حد تاني، فده سبب الغيرة في شيء. بدأ المدح الزيادة في أحد الأطراف، أو ده حنين بزيادة، ده جميل، ده شاطر، فالتاني ما بتقالوش نفس الجملة أو نفس الكلمة، فدي توجعه تتعبه لأنه ما حسهاش. فده شيء خطير السبب فيه أساسا الأب والأم. عدم إدارة المشاعر في الطفولة وفي الصغر وأثناء التربية بمهارة. ما ينفعش إن أنا أجي ما بين مجموعة من الإخوات وأزكي طرف على الآخر، أو أحس إن ده متفوق وأحسن منه، لأن كل واحد بيبقى ربنا مديله حاجة. وأكلمك عن الغيرة بين الإخوات ليه؟ افتح سورة يوسف وشوفوا الغيرة جت منين. من تفضيل الأب سيدنا يعقوب، فده الغلطة. فكلهم حسوا إن كلهم على بعضهم ولا ليهم لازمة، وإن هو ده بس أحب واحد ليه. يعني وطبعا الأسباب كتير، أوقات كتيرة جدا بيجي مثلا الأب والأم في كل طفل، مع كل طفل جديد بيبقى هما بيتعاملوا بشخصية مختلفة. يعني تقدر تقول ممكن يكونوا 4 إخوات، هتلاقي إن ده اتعامل من بأب وأم مختلفين. مش معنى كده إن الأب وأم نفسهم هما مختلفين، لأ، شخصيتهم فيها اختلاف. عاوز أعرف موضوع الابن الأوسط على حسب بيتعامل إزاي، أو إخواته بيغيروا منه ليه. بص تلاقي مثلا، ما هو زي ما بقولك أهو، الأم والأب بيتعاملوا مع أول طفل وتاني طفل غير تالت طفل غير رابع طفل. ده مهمش، لا هو ده دايما يقولوا عليه كده، أو دي مش شرط على فكرة. لا مش شرط، لأن الأوسط ده كان في يوم من الأيام آخر العنقود قبل ما يجي اللي بعده، فده مش حقيقة. مش كل جملة يتقال عليها كده، لا خالص. فمنين انت بتسأل على الغيرة بين الإخوات، ومنين بتقول إن الأوسط مهمش؟ مش صح. ولكن الغيرة دايما بتنتج عن التميز، إنك انت بتميز أخ أو أخت عن الآخرين، والتمييز ما بيبقاش مقصود. عليكم السلام. ما أنا عارفة، أنا توقعت، يعني من غير ما أعرف توقعت إن أنت الوسط. بس دايما هتلاقي الوسط لو لقى الأب والأم مشغولين أكتر بالأكبر وبالأصغر، فهو عايز ياخد نصيبه من المشاعر ومن الاهتمام هو كمان، فبتلاقيه عايز يبقى ممكن حنون أكتر، عايز يلتصق أو يرتبط بالأم أكتر، عايز يثبت إن هو جدير بالمحبة أكتر. فدي برضو بتبقى نقطة. فارتباطه بأحد الوالدين بزيادة هتخلي مثلا هو يقول بالظبط، عايز انا كمان. الاولاني خد اهتمام وتربية، والصغير خايف، بيبقوا خايفين عليه عشان هو اصغر واحد، فبياخد من الدلع والحنية الزيادة. فالجاي في النص، طب وانا يعني لا طولت هنا ولا هنا، لا انا كمان عايزه ابقى احس ان انا نفس الاهمية او بنفس القدر، سواء بالدلع بتاع الاصغر عشان هو قاعد في حضنها او قاعدة في حضنها، وان الاكبر خد اهتمام وتربية ورعاية وصناعة اكتر. هاتوا اي حاجة، بالظبط. فعشان كده هو تم إطلاق من بعض الإخوة الوسط أو الأبناء الوسطانيين إن هو مهمش، وإنه لا لا لا، هي قراءة خاطئة بس مش أكتر.